من شويه كده طلع رئيس اللجنه اللي بتدير الزمالك اللي اسمه مش عارف عماد البنان. قال لك ايه؟ قال لك ان الزمالك كان م- يعني مصلحه الضرايب بتطالبه بمليار و200 مليون جنيه، واحنا قعدنا معاهم وتفاوضنا وتم تخفيض المبلغ ل 400 مليون جنيه هيتقسطوا على سنتين. كلام جميل، بيحلوا مشكلة نادي الزمالك. مين هم بقى اللي بيحلوا مشكلة نادي الزمالك؟ مين؟ الدولة. محدش بقى يطلع يقول لي الدولة بتحاربنا، اصل اتحاد الكرة مش في صفنا، اصل اتحاد الكرة بيجامل نادي معين، اصل من مليار و200 مليون ضرايب. ومش احنا اللي بنقول ده يعني نفسه بذات نفسه هو اللي بيقول. ف اي حد تاني هسمعه بيقول كلمة ان الدولة او نادي الدولة ده النادي الاهلي، هكرته على قفاه وهطلعه مسرح. حلو؟ يعني مش متخيل لغايه دلوقتي، مش متخيل يعني ايه مليار و200 مليون بقى 400 مليون. مفيش كده، مفيش كده يا جدعان. هو في كده؟ ويقول لك الدوله بتحاربنا.